تعالوا نشوف الكلام من انشيلوتي العرب جوارديولا اللي ما بيعجبهوش العجب ولا بيعجبه اي حد. يلا بينا وبعدين نرد. نادي في مصر ادخل نادي واضعف نادي، انت تمشي كلامك عليه، ولو مش عاجبه اركنه على جنب ووقع عليه عقوبات، ولازم يبقى فيه لوائح جامده. انما للاسف انت اضعف حاجه في المنظومه. يعني بطوله كبيره زي دي واربع فرق رايحين يشرفوا مصر ويوروا الكره المصريه للدول الخليجيه والدول الافريقيه، وكله هيشوف المباريات دي وانت ما عملتش قرعه. ايه يعني لما الاهلي يجي مع الزمالك في اول مباراه؟ ايه المشكله؟ هتقول لي التسويق، ما انت خلاص خدت الفلوس وتمام التمام وسوقت وكل حاجه. ده بالعكس، ده انت كده بتوري للناس ان في شفافيه في القرعه، في شفافيه وفي منافسه شريفه، والبقاء للاقوى، الاقوى هو اللي ياخد البطوله. ما عنديش مشكله بقى، انت هنا في الحاله دي يبقى انت صح، يبقى انت اللي هو قوي يبقى زي الفل هو اللي ياخد البطوله. يا اخي اقسم بالله انت اللي زيك معرينا وعريرنا قدام الوطن العربي كله. لا بيعجبك مدربين ولا بيعجبك حكام ولا بيعجبك لعيبه ولا بيعجبك انديه ولا بتعرف تدرب ولا حد في دماغك خالص ولا بتفهم كرة اصلا. ارحمنا من الهجس اللي انت فيه ده يا حبيبي. لو فاهم لوائح وقوانين انت بتهجس وتهبط بس. بطل الدوري يلاعب الرابطه، بطل الكاس يلاعب الكارت الذهبي اللي هو انتوا اللي رايحين مجامله اصلا. اللوائح والقوانين بتقول كده من السنه اللي فاتت. افهم الاول قبل ما تطلع تهجس علينا وتخنقنا.